الاحتلال البريطاني كنا خدنا ان محمد علي حكم مصر بعد ثوره الشعب المصري 1804، وكنا خدنا ان محمد علي تولى حكم مصر سنه 1805 لحد 1848. بعد 1848 جه عباس باشا الاول من 48 ل 54 6 سنين، بعد كده جه محمد سعيد باشا من 54 ل 63 9 سنوات، بعد كده جه الخديوي اسماعيل من 1963 لحد 1979، يعني استمر حكمه 16 سنه. تعالى بقى نعرف الحياه النيابيه في عهد محمد علي كانت عامله ازاي وعهد الخديوي اسماعيل كانت عامله ازاي. قال لك ان محمد علي لما جه مصر او حكم مصر كان بيعمل مجالس نيابيه. يبقى احنا طالما بناخد الحياه النيابيه يبقى احنا بناخد ان محمد علي عمل مجالس ايه؟ نيابيه. بس المجالس النيابيه اللي محمد علي عملها كانت مجالس صوريه. يعني ايه صوريه؟ لا سلطه لها، يعني ملهاش سلطه من الاخر. هو المفروض اصلا ان المجالس النيابيه دي هي اللي تحكم الدوله او هي اللي تتحكم في شؤون الدوله. هل محمد علي كان بيعين مجالس نيابيه تتحكم في شؤون الدوله؟ محمد علي كان بيعين مجالس، لو فاكر قلنا الترم الاول زي الصوره. يعني ايه زي الصوره؟ ملهاش لازمه. مجالس صوريه لو سلطتها ايه؟ لها، ملهاش سلطه يعني من الاخر. يعني محمد علي لو قعد مع المجالس النيابيه وقال لهم يا جماعه ايه رايكم مثلا نعمل مدرسه، وقالوا له لو هو مش عايز يعملها مش هيعملها، يبقى هل كده المجالس النيابيه لها لازمه؟ ملاش لازمه. يعني محمد علي قام بانشاء مجالس نيابيه لا ايه؟ لا سلطه لها. زي مجلس اسمه مجلس المشوره، ومجلس اسمه المجلس العالي، وده المجلسين اللي محمد علي عملهم. يعني محمد علي عمل كام مجلس؟ 2. مجالس نيابيه ليها سلطه؟ لا ملهاش سلطه، يعني مجالس ايه؟ صوريه. مجلس المشوره والمجلس الايه؟ العالي. جه بعد كده الخديوي اسماعيل برضه عمل مجالس صوريه لا سلطه لها، زي مجلس اسمه مجلس شورى النواب، وده احنا خدناه الترم الاول، وكنت دايما بقول لك ان الخديوي اسماعيل هو اللي عمل مجلس شورى الايه؟ النواب.